السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في تاني حلقات من سلسلة جيت فور بيجنرز. النهاردة هنتكلم عن الهيستوري اوف جيت. في يوم من الايام في عالم البرمجة كان في مبرمج عبقري اسمه لينوس تورفالدز. لينوس تورفالدز هو نفس الشخص اللي عمل نظام التشغيل المشهور الاوبريتنج سيستم المشهور لينكس. لينوس عمل حاجة وقتها كانت ثورية. الكود بتاع لينكس كان مفتوح المصدر. مفتوح المصدر open source، يعني اي حد في العالم يقدر يشارك ويساهم في تطويره. بدأت الناس بالفعل من كل مكان تبعت له تعديلات واقتراحات للنظام لينكس، لكن حصلت مشكلة. كل ما حد يعدل في الكود كان لازم يبعته في ملف اسمه باتش. الباتش هو ايه؟ يعني الباتش الفرق بين النسخة القديمة والجديد. تخيل بتكتب كود ببايثون، تكتب برنت هالو وورلد، ده باتش هتبعتهوله. جيت تعدل تاني في البرنت هالو وورلد ديت، كتبت برنت هالو محمد، كده انت معاك نسخة قديمة اللي كان مكتوب فيها برنت هالو وورلد، والنسخة الجديدة البرنت هالو محمد، كلهم موجودين في نفس الباتش. الباتش ده بيتبعت لينوس يبص يشوف انت عدلت ايه الحاجة القديمة اللي انت كنت عملتها، وايه الحاجة الجديدة اللي بقت مكانها. طبعا ده كان لاين واحد اللي انا لسه شارحه دلوقتي. طبعا البرنامج بيبقى ايه؟ لاينز اوف كود، فهو هيقعد يراجع اللاينز بتاعتك لحد ما يقولك تمام ابروف. طبعا مش انت بس اللي بتبعت له، ده ملايين من البشر من انحاء العالم بيساعدوا يطوروا في النظام فكان كل واحد بيبعت له الباتش الخاص بيه، وكان لينوس لوحده هو اللي بيراجع التعديلات ديت عشان يقدر يدمجها في المشروع الاساسي. تخيل ان في ملايين من البشر بيبعتولك باتشز في نفس اليوم، ومش في نفس اليوم بس، لا ده كل يوم بيبعتولك الباتشز. فالموضوع كان صعب جدا على لينوس. في سنة 2002 ظهرت أداة اسمها البيت كيبر. البيت كيبر ديت أداة زي جيت، يعني مش جيت دي اول اداة تكون ايه هي الفيرجن كنترول بتاعنا، لا كان في قبلها البيت كيبر. المجتمع قرر يستخدم الاداة ديت، ودي كانت اول اداة فيرجن كنترول بتساعد التيمز الكبيرة ان هم يتعاونوا بسهولة، وكل واحد يعرف مين عدل ايه وامتى. طبعا ده خلى ان مجتمع لينكس المطورين بتوع لينكس يستخدموه بشكل رسمي، لانه كانت اداة برضو مفتوحة المصدر open source. الوقت ده كله كان دايما اي سوفت وير بيطلع كان بيبقى مفتوح المصدر عشان المبرمجين او المطورين يعدلوا في الكود ويحاولوا يدوا اقتراحات لحل بعض المشكلات. في سنة 2005 في شهر ابريل، شركة بيتموفر صاحبة أداة البيت كيبر قالت من النهاردة بيت كيبر مش هتكون مجانية. هنا قامت ثورة في المجتمع الديفلوبرز، قالوا ازاي أداة لمشروع مفتوح المصدر يبقى لازم تدفع عشان تستخدمها. هما كانوا في الوقت متعودين ان السوفت ويرز كانت تنزل اوبن سورس، هما دايما كانوا بيحبوا يطوروا من الاوبن سورسز ديت وان هما يتعلموا حاجات جديدة. فطبعا هما اتضايقوا جدا من اللي حصل، سابوا الأداة ديت. في بعض الناس ما كملتش فيها بسبب اللي حصل. لينوس بقى قال كفاية كده، احنا محتاجين أداة مجانية وآمنة وسريعة، أداة تكون بتاعتنا احنا لوحدنا، مش محتاجين ندفع عشانها، فأنا هعملها بنفسي، وسماها جيت. هنا جيت اتولدت في جولاي 2005 في شهر يوليو، يعني اول ما ظهر الاصدار بتاع بيت كيبر في شهر ابريل، لينوس على طول في شهر يوليو طلع اول اصدار سنة 2005 في نفس السنة. فطبعا ده انجاز كبير.
كان الأداة ديت كانت simple to use، يعني سهلة الاستخدام، أسهل من البيت كيبر. البيت كيبر كانت معقدة. الفاست كانت أسرع من البيت كيبر، وكان فيها كونسبت البرانشنج. كونسبت البرانشنج ده هنبقى نتطلع عليه في الفيديوهات القادمة. محاولة رجوع بيت كيبر بعد كذا سنة، في تحديدا 2016، بعد النجاح الرهيب اللي جيت اللي هو من 2005 ل 2016، يعني نقول 11 سنة. 11 سنة كانت الأداة ديت هي الايه الشعبية للديفلوبرز. بس شركة بيتموفر قررت في 2016 انها تفتح البيت كيبر يبقى اوبن سورس تاني. بس خلاص يعني كان الوقت عدى، وجيت بقت هي المعيار العالمي لأي مشروع برمجي، حتى مشاريع الشركات الكبيرة بقت بتعتمد عليه. راحت عليه يعني زي ما بتقولوا، يعني كنت فين من الأول يعني. بس شكرا جدا لاستماعكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب، عشان ده بيساعدني اكمل، واشوفكم في الفيديوهات القادمة.